كنت قاعد بالمحاضرة، فالاستاذ سأل السؤال، قال حبايبي اللي يعرف خليه يرفع ايده. فكم طالب رفعوا ايدهم، ويا رفعت الايد هب نسيم مال ريحه، ريحه مو صحيحه، على حين الغره، على حين فجاه هب نسيم ما تعرف شنو هو، على طيور، على حمام، على دواجن، على دجاج، سبحان الله ريحه مطروقه كلش كلش. فيعني ما استغربت شنو الريحه هاي. فيا شباب على كل صيف احنا نعيد هاي السالفه، كل صيف نقول هاي السالفه، شباب نتعطر، نتروش، نسبح، نتشتش عطور، ترى بالشي مستحب مو منكر بالله الكريم، اصلا في الشي حلو، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، شكو بيها؟ يعني ترى ما مجبور يوم يشتم ريحه دجاج وطيور وحمام، هذا باط مو سوق الغزير، فدوه راحت لك يا عمري انت. يعني انت تخيل من تحضن صاحبتك او حبيبتك او خطيبتك او زوجتك وتقطع على صدرك، اقسم بالله هي ما غفت من وراء الحنان، لا بالله الكريم، صعد تلوث بالجيوب الانفيه، صعد تلوث. حبايب نتعطر، نتروش. اليوم حاب احكي لكم عن فصيله من الناس او شخصيه من الناس او عقول من الناس، راح تعرفوهم من هذا الفيديو. المهم فلنفترض انه هذا راس ذولاك الناس، اوكي، سوينا عمليه جراحيه للبواسير وفتحنا راسهم. بالطبيعه وبالمعتاد نلقى داخل الراس شنو؟ عقل، فلنفترض ان هاي السفنجه هو عقل، بس هم لا، ذولاك الناس لا، طمحوا بذلوا وجدوا سعوا بمجهود شخصي، شالوا العقل خلوا مكانه. اي هذا عقل الولد اللي ياخذ رقم بنيه من صاحبه ويخبرها الساعه 12 بالليل ويقول لها الو ها محمد، عذرا حسب صديقي محمد، انت شو اسمك؟ هذا عقل الولد يقضي طول السنه رسوب وطيحان حظ درجاته ويقول راح اجد حالي من الكورس الثاني. هذا عقل الولد اللي البنيه ذا لم حتى لميحه صغيره طرف عينها ويجي بالغلط همت يقول اكيد حبتني. هذا عقل البنيه اللي صدق بحكي الولد يقول لها انت اول بنيه تعرفت عليها ومن دون كل البنات عجبتيني وارتاحت لك.